تخيل راجل عجوز سنه عدى ال70 سنة، لابس جلباب بسيط ومعاه بندقية قديمة، واقف قدام أحدث آلة عسكرية في وقته، الجيش الإيطالي بكل طياراته ودباباته ومدافعه. الحكاية بدأت لما موسوليني قرر يحتل ليبيا ويحولها لمستعمرة إيطالية، فافتكر إن الموضوع هياخد كام يوم والناس تستسلم. لكنه اتفاجئ بشبح بيظهر له من ورا كل صخرة وكل نخلة، بيحاربهم بحرب عصابات خلت الجنود الإيطاليين يكتبوا في مذكراتهم: نحن نحارب جنودا يطلبون الموت كما نطلب نحن الحياة. بطلنا فضل يقاوم لمدة 20 سنة متواصلة، ما كانش بيعرف طعم الراحة، كان بيتحرك في الصحراء زي البرق، بيضرب المعسكرات ويختفي. ولما عرضوا عليه الفلوس والاستسلام مقابل إنه يعيش في قصور، رد عليهم بجملته اللي بقت شعار لكل حر في العالم: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. وفي النهاية لما وقع في الأسر وهو مصاب، وقف قدام المحكمة بكل هيبة وشموخ، ولما حكموا عليه بالإعدام ابتسم وقال: إن عمري سيكون أطول من عمر شانقي. وفعلا اتعدم البطل، لكن دمه كان هو الوقود اللي حرر بلده بعد كده، وفضل اسمه رمز عالمي للثبات على المبدأ مهما كان التمن غالي. والبطل ده هو عمر المختار. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.